كل اللي بيسالوني بيقولوا لي هو انت ما بتخرجيش الا مع زينه؟ امال فين باقي بناتك؟ ما هو انا بناتي اللي متزوجات مع ولادهم وجوازاتهم وبيوتهم واشغالهم. اللي مش متزوجات بقى في نور دي على طول مشغوله بدراساتها وابحاثها وحاجات. وزينه بقى هي اللي بيبقى عندها ايام في الكليه والايام التانيه بتبقى اجازه. ساعات نخرج. اهي جبت لنا ايه يا زينه؟ جبت لك في كولا. جبت لك تايجر. بكام الفي كولا؟ الناس بيقولوا لك بكام؟ ب 30 جنيه يا ولاد. ب 30. هي عندنا بكام؟ طب ما هي غاليه قوي. 30 جنيه هي عندنا بكام؟ استني كده، ده في باين سبير. طب نجيب الورده اهو بصي شكلهم حلو. ده بصي ورده الصبار دي، ورده القطيفه دي جميله قوي ما شاء الله. سبحان الله. شايفه القطيفه دي؟ بصي يا زينة، بصي بسم الله ما شاء الله. بصي حاجات جميله. لا اللهم صل على النبي. كلها شتلات صغنونه. لا وطلعت عنده. نيجي احنا نجيب البذور تموت. هي مش بتموت، مش بتطلع اصلا. ما بلاقي بتطلعش. زبل كده صغير طالع. ما بلاقيش حاجه طلعت. بصي الجمال اللهم صل على النبي. يا لوحي يا لوحي. ناعمه قوي. ايه اتصاحبت عليكي بسرعه كده وسايباكي؟ دي خلتني شلتها اول ما شافتني. بصي. يا توتي يا توتي يا زغنتوتي. عماله تلحس في ايدي. يا لهوي يا لهوي. يا حبيبتي. احنا في مرات السرور. مامي انت عايز بصي بطيخ انت عندك تعلم؟ عرفتي؟ ما عرفتيش؟ القرنفل. بصوا هنا حاجة الجناين اهي، شايفين؟ ومداخل الفلل والعمارات. بصوا حاجات جميلة. والأحواض الزرع اهي اللي بتحط في البلكونات، والسماد والبذور. المكان ده بيبيع سماد وبذور. المزرعة دي بقى كلها صبار. بصوا جميع أشكال الصبار للجناين. شايفين؟ ما شاء الله ما شاء الله. لا لسه. شتلات صبار جميلة، أشكال وألوان. ده الصبار ده كتير وأنواعه كتير جدا. سبحان من أبدع. بصوا سبحان الله.
كل اللي بوريه لكم ده شتلات صبار. شايفين؟ بصوا الورد البلدي وجماله ما شاء الله. ايوه انت اللي طالعه في النص دي. الوردة، ايوه الورده دي انت. بصوا الجمال. بس هي طالعه لوحدها حتى. ايه الجمال ده، ايه الجمال ده ما شاء الله. على طول اول ما اخش في يعني. سبحان الله سبحان الله، ايه الجمال ده بس ما شاء الله. شايفين الجمال؟ بصوا الجمال، لازم اصور لكم الجمال ده. ما شاء الله ما شاء الله. احنا بندور على لما نلاقيه. شايفين الحلاوه؟ الله الله الله. سابت الجنينه كلها. على فكرة الصور على الطبيعة أحلى بكتير من الفيديو، على فكرة أحلى بكتير. بصي دي بس المكان باي عامة حلو باي، قوي. فوتكم بعافية.